مرة على قد ما بتقدر بيكون في حاجة ولو بسيطة جدا بتتحل. النهاردة نزلنا لكوم جعيف التابعة لإتاي البارود في البحيرة، ودي واحدة من القرى اللي شملتها هذه المبادرة الخاصة برئيس الجمهورية، لكن واضح أنه التحرك في هذه القرية بالتحديد اللي هي محتاجة مساعدة كبيرة كان بطيء شوية. أنا رايح إتاي نغسل كيلي، ما لاقي مواصلات، ناخذ توك توك ب 70 جنيه من هنا لحد إتاي. أنا تعبان ومش قادر، مش لاقيين مواصلات، مش لاقيين مواصلات خالص، وعاوزين يامهم شوي وما عندناش مستشفى حتى قريب مننا. لن تصدق أذنيك عندما أخبرك أن تلك القرية الفقيرة لها قيمة أثرية وحضارية اللي هي عندها مشاكل وهتتكلم معاك الحاج مهدي أبو مشفى، ده والدي. أعزائي المشاهدين، وما زالت اللقاءات تتوالى لبرنامجنا موعد مع الجماهير، ونلتقي طبعا مع أحد مواطني هذه القرية. تعرف على حضرتك؟ مهدي حامد محمد أبو مشفى. مهدي حامد محمد أبو مشفى. كلمنا كده عن أهم المشكلات اللي اللي القرية بتعانيها هنا، قرية أبو مشفى. المشكلة ما عندناش موقف، ما عندناش مستشفى، ما عندناش مي. طب امال الاهالي بيشربوا ميه منين؟ مش لاقيين. عاملين طبعا طرمبات تحت الارض. تحت الارض بس. طبعا ميه غير صحيه. غير صحيه، ايوه. ماشيين ما تنشربش. تطالب مين حضرتك؟ تطالب مين بحل هذه المشاكل؟ الرئيس. بنطالب الرئيس، بنقول له ما عندناش لا مستشفى ولا مدرسه عام زي المدارس اللي بعيد عنني. يعني كم قريه هم؟ يطلع 50 قريه هم، وما فيهمش لا مستشفى ولا حتى وحده صحيه. ما فيش وحده صحيه، وما فيهمش وحده صحيه ولا فيهم حاجه خالص. يعني محرومين حتى من الموقف بتاع العربيات. ما عندناش، ما بيجيناش موقف خالص. طب امال اللي عاوز يركب يروح مثلا إتاي البارود بيركب منين؟ بيركب من نبيري ويطلع على تيل البارود ويركب توك توك ويركب توك توك. من عزبة أبو مشفى ومن عائلة أبو مشفى ومن قبائل لسننا، مع والدي أنا أبويا الحاج مهدي حامد أبو مشفى، وده والدي وليا فيه العز، والدي وأتباها الحاج مهدي حامد أبو مشفى هيكلمني. المنطقة دي يا حاج مهدي كانت المساحة دي كلها كانت إيه الأول؟ كانت مزرعة سمكية. كانت بتجيب سمك يامي؟ بتجيب سمك غريب الشكل، سمك كان بيجيها ناس من رشيد. مراكب من بره. وكانت بتجيب يعني بتجيب ياما لهم شوي. طيب يا حاج المكان ده يابا كان قبل الميه كان فيه كان تل عالي. هو من يومه كده، من يومه كان فيه تل عالي، بس ايه زي الجبين اللي هناك العاليه دي. الجبين العاليه. وبصينا لقيناه كله بقى فيه مي 4 امتار. تمام. بصينا لقيناها نشف. سنه كام نشف يا حاج مهدي؟ نشف بقى له يطلع 3 4 سنين. لا نشف. طب كسمك انقطع عن السمك منه، علمنا ان سنه 80 السمك مات منه. ايه السبب ان السمك ده مات في الميه دي يا حاج مهدي؟ من حكايه الرش. الرش كان برش بالطياره الجو. فعدت الطياره مات السمك. مات السمك فيه. مات السمك، الميه نشفت. طب انت يا حاج بتطالب المسؤولين بايه؟ انت تطالب المسؤولين بايه؟ استغلال المنطقه دي تاني، يعودوها سمك تاني ولا ايه؟ والله هي يعودوها سمك، هي مصلحه للبلد. لكل المواطن اللي ما اشتغلش هيشتغل، هيوفقوا الناس ياما قوي. وعايزين وحده صحيه حتى كمان، الناس ما فيش وحده صحيه. صحيح. بالنسبه للوحده الصحيه احنا قلنا البلد الوحيده على مستوى العالم اللي ما فيهاش وحده صحيه. ما فيش وحده صحيه. لا ما فيهاش. طب الوحده الصحيه اللي تبعها البلد دي فين يا حاج؟ ما فيش. هناك في النبيري، في النجراج، في بلد اسمها النجراج. ما فيش غير كده. يعني يركب توك توك ب 20 جنيه على ما يقوم. طب بتطالب يابا، انت بتطالب المسؤولين بايه؟ نطالبهم بوحده صحيه ويعملوا المصالح اللي في البلد. المصالح البايظه دي اللي في البلد. ايه المصالح اللي في البلد عايز تعملها؟ السكه عندنا. الوحده الصحيه. تمام. يعني ال 35 فدان دول كان ينفع فيهم مدرسه ثانويه. صحيح. كان ينفع فيهم مصالح كبيره قوي. صحيح. فيها ناس ما اشتغلتش كانت تشتغل. ما فيش طايلين حاجه. تمام. يعني تناجه السيادة الوزير والسيادة المحافظ يعني ياخذوا لنا مننا شويه. ما عندناش وحده صحيه خالص. خالص. يعني واحد مات ما يروح. طب لو حد تعب بالليل الساعه 1 الساعه 2 بالليل بودوه فين؟ يودوه فين؟ هيروح فين؟ حتى العربيات ما يلوها.
حتى العربيات ما لقوها. طب انت يا حاج شايف إن شايف ايه بالنسبه للميه دي؟ شايف استغلالها في ايه؟ ما بقول لك على استغلالها. يعني يعملوا واحده صحيه فيه، يعملوا مدرسه ثانويه فيه، يعملوا اي مصلحه فيه، الناس تشتغل فيه، يعملوا اي مصلحه. اي مصلحه. دول 35 فدان. وزياده كمان. تمام. فيعملوا لنا مصلحه فيه. لكن يسيبوها كده هو حرام. يعني في ناس مش طايله حاجه خالص، عندنا ناس قاعده من الشغل وخلصوا الثانويات. مخلصين الثانويه. الثانويه والكليه. وكليه. من ضمنها مخلصين كليه وثانويه. ناس واقفه. ما مش طايلين يشتغلوا فيه. اعزائي المشاهدين، كمل يا سيسي واحنا معاك، والجيش والشعب والوطن والداخليه، كل الشعب معاك، وشعبك وجيشك واهلك كله في قلبه علاك. كمل يا سيسي واحنا معاك. كمل يا سيسي يا حبيب الملايين. كمل يا سيسي يا اغلى الغاليين. اعزائي المشاهدين، كان معكم الاعلامي تسوق ابو مشفى من عزبة ابو مشفى تبع جعيف. حفظ الله الجيش، حفظ الله الوطن، حفظ الله زعيم الامه وقائدها وحاميها السيد القائد عبد الفتاح، من داخل عاصمه العالم، من داخل اعظم بلاد العالم، من داخل جعيف. ورجعنا لكم بعد ما سمعنا رساله قريه كوم جعيف وسمعنا ايه مشكله القريه. فقرتنا دلوقتي احنا معاكم، يسعدنا يكون معانا على التليفون استاذ شريف حجر رئيس مجلس القريه. موجود يا هشام؟ تمام. مش موجود. طيب احنا بنوجه نداء للمحافظ والساده المسؤولين ان هم يهتموا بالقضيه دي ويهتموا بالموضوع فعلا علشان صحه الناس دي. طبعا. وغير كده ما دام القريه دخلت تحت اشراف السيد الرئيس من ضمن القرى اللي ان شاء الله هتتعمر وهتبقى فيها خدمات، يعني الناس مش طالبه حاجات كتيره. وغير كده السيد الرئيس وافق عليها. يعني انتوا المفروض تنفذوا بقى، يعني ما تستنوش الناس تشتكي، ما تستنوش الناس تلجأ للتلفزيون، تلجأ للاعلام. لازم انتوا تعملوا لهم حاجه. هم مش طالبين كتير يا فاطمه. الناس بتقول لك مستشفى ومدرسه، مش طالبين حاجات صعبه. احنا دلوقتي بنحاول نتصل بالمسؤولين. فين السيد؟ تمام. احنا تواصلنا مع السيد المحافظ وقال ان هو هيتواصل معانا النهارده على الهواء، بس لحد دلوقتي لسه ما حدش راضي من مكتبه. بس يسعدنا يا ريت ان شاء الله ان هو يرد علينا. يعني عايزين نحل المشكله دي لان ما بقاش قريه واحده. لا، وعشان صحه الناس دي ناس بشر زيها زي اي حد، يعني تستحق من حقها ان هي تعيش حياه كريمه زيها طبعاً. زي الناس. ايوه. واصلا مبادره السيد الرئيس حياه كريمه. الناس مش طالبه كتير، الناس طالبه حياه كريمه. يعني حاولوا ان انتوا تتكلموا مع الناس، تقدروا توصلوا لهم اللي هم حاجات بسيطه جدا طالبينها. ليه؟ يعني فين السيد عضو مجلس الشعب للقريه دي؟ فين الساده الاعضاء؟ فين انتوا؟ فين دلوقتي؟ الناس دي مش مستنيه ولا زيت ولا سكر ولا سمنه ولا اي اكل. الناس دي مش حابه الحاجات دي. الناس دي عايزه اللي يقف جنبها، عايزه اللي يسندها. الناس دي عايزه اللي يسمع لها. وقت حلقتنا للاسف خلص، بس حبينا قبل ما نقفل نهني طيب الشعب. هو كان معانا المفروض ان هيبقى في مداخله من السيد المحافظ، بس ما فيش حد تمام. هم هيتواصلوا. لا، بيقول لك هيتواصلوا معانا بعد الهوا. تمام ماشي خلاص. ان شاء الله مكتب السيد المحافظ هيتواصل معانا بعد الهوا، وان شاء الله نحل قريه كوم جعيف باذن الله، وتبقى القريه الاولى حليناها في البرنامج ان شاء الله، ويتوصل لها كل الخدمات